في ناس فاكرة إن صناعة المحتوى محتاجة كاميرا غالية واستوديو ومايك احترافي وفريق مونتاج كامل، وفي الآخر تلاقي واحد قاعد بموبايله بس وعامل ملايين المشاهدات. ليه؟ لأنه فهم اللعبة الجديدة، لعبة الذكاء الاصطناعي. دلوقتي تقدر تعمل فيديو كامل تقريبا من غير ما تظهر بوشك، سكريبت، صوت، مونتاج، صور، وحتى أفكار المحتوى. كله بقى ممكن يتعمل بالذكاء الاصطناعي. بس خليك فاهم، الأدوات لوحدها مش كفاية، لازم تعرف تستخدمها صح، وإلا هتطلع محتوى شكله آلي وممل ومحدش هيكمله. أهلا بيك في قناة ابدأ صح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا بطل، الفيديو ده مهم جدا لأي حد عايز يبدأ يوتيوب أو ريلز أو تيك توك ومش عارف يبدأ منين أو شايف إن الموضوع محتاج خبرة كبيرة. النهاردة هوريك سيستم كامل لصناعة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، من أول فكرة الفيديو لحد التصدير النهائي، خطوة بخطوة وبشكل عملي جدا. أول مرحلة عندنا هي فكرة الفيديو وكتابة السكريبت، ودي كانت زمان من أصعب الحاجات، لأنك لازم تفكر في فكرة وترتب الكلام وتكتب بطريقة تشد المشاهد. لكن دلوقتي بقى عندك أدوات قوية جدا زي تشات جي بي تي وجيميناي وجوجل اي اي ستوديو. الأدوات دي تقدر تساعدك في اقتراح أفكار فيديوهات، كتابة سكريبت كامل، اقتراح عناوين، كتابة وصف وهاشتاجات، وحتى أفكار للصور المصغرة. بس ركز معايا هنا، أكبر غلطة ناس كتير بتعملها إنها تدخل تقول اكتب لي فيديو عن الربح من الإنترنت وخلاص. النتيجة غالبا بتطلع ضعيفة وعامة جدا. لازم تديله تفاصيل كأنك بتشرح لشخص شغال معاك، يعني تقول له مثلا اكتب لي سكريبت باللهجة المصرية مدته 7 دقايق عن صناعة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بأسلوب بسيط وشبابي، يبدأ بهوك قوي ويحتوي على شرح عملي. كل ما البرومبت يبقى أوضح، النتيجة هتبقى أقوى. لكن مهم جدا تفهم إن السكريبت اللي هيطلع لك ده مجرد مساعدة، مش المنتج النهائي. لازم تعدل عليه بنفسك، يعني تضيف طريقتك، تشيل الجمل اللي حاسسها روبوتية، تضيف مثال أو تجربة، وتخلي الكلام قريب منك، لأن الناس دلوقتي بقت تعرف المحتوى الآلي بسرعة جدا. وأكتر حاجة بتخلي المشاهد يكمل إنه يحس إن في شخص حقيقي بيتكلم. وأهم جزء في أي فيديو هو أول 3 أو 5 ثواني، الهوك. يعني بدل ما تبدأ في الفيديو ده هشرح لك، ابدأ بحاجة توقف المشاهد. لو معاك موبايل بس، تقدر تعمل فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي من غير كاميرا، دي اللي تخلي المشاهد يكمل. بعد ما تخلص السكريبت، نروح للخطوة التانية، الصوت. وهنا عندك أكتر من اختيار قوي جدا. أول اختيار مجاني وقوي، جوجل اي اي ستوديو. تقدر تستخدم أدوات الصوت فيه وتحول النص لفويس اوفر طبيعي جدا. الميزة فيه إنه مجاني في استخدامات كتيرة، والصوت بقى قريب جدا للبشر. وفي كمان 11 لابز، وده من أقوى مواقع تحويل النص لصوت حاليا. الأصوات فيه احترافية جدا، وفي تحكم كبير في النبرة وطريقة الكلام، لكن في حتت مدفوعة. فنصيحتي ليك لو لسه مبتدئ، ابدأ بالمجاني الأول، وبعد ما تبدأ تحقق نتائج ابقى طور أدواتك. وفي تركاية مهمة جدا ناس كتير مش بتاخد بالها منها، طريقة كتابة السكريبت بتأثر جدا على جودة الصوت. يعني لو الجمل طويلة ومعقدة، الصوت هيطلع آلي، لكن لو الجمل قصيرة وطبيعية، النتيجة هتبقى أفضل بكتير. وكمان استخدم علامات الترقيم صح، الفواصل والنقط بتخلي الصوت ياخد راحة طبيعية. بعد ما تطلع الصوت لازم تسمعه كامل، أي كلمة غلط عدلها، أي جملة طويلة قسمها، أي جزء سريع بطئه شوية. الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتفرق بين فيديو احترافي وفيديو شكله عشوائي. دلوقتي معاك السكريبت والصوت، نروح للمونتاج. وهنا بقى هنستخدم كاب كات، وبصراحة ده من أسهل وأقوى البرامج للمبتدئين سواء على الكمبيوتر أو الموبايل. أول حاجة تعملها، تضيف ملف الصوت في التايم لاين. ليه؟ لأن في ناس الصوت هو أساس الفيديو كله. بعد كده تبدأ تركب المشاهد على الكلام. لو الفيديو تعليمي، اعمل تسجيل شاشة وانت بتشرح الأدوات والمواقع. ولو فيديو معلوماتي، استخدم صور وفيديوهات مجانية. ومن أفضل المواقع المجانية بيكسلز، بيكساباي، أنسبلاش. ودي مواقع فيها فيديوهات وصور احترافية جدا، تقدر تستخدمها في المحتوى. ولو عايز صور AI، تقدر تستخدم أدوات زي كانفا AI أو جيميناي، أو أدوات تصميم الصور المختلفة. المهم جدا إن الشاشة ما تبقاش ثابتة، دي غلطة ناس كتير. المشاهد دلوقتي انتباهه قصير جدا، فكل شوية لازم يحصل تغيير، زوم بسيط، نص يظهر، سهم، تغيير لقطة، حركة خفيفة، أي حاجة تخلي عين المشاهد مركزة.
وفي كاب كات عندك ميزة ممتازة اسمها أوتو كابشنز، ودي بتطلع ترجمة تلقائية للكلام، ودي مهمة جدا خصوصا في الريلز لأن ناس كتير بتتفرج من غير صوت، لكن لازم تراجع الترجمة بنفسك لأن العربي أحيانا بيطلع غلط. وبالمناسبة لو وصلت لهنا يبقى أنت كده ناوي تبدأ صح، فما تنساش تشترك في القناة وتديني لايك عشان أعرف إن المحتوى ده مهم ليك. نكمل. في نقطة مهمة جدا ناس كتير بتغلط فيها، وهي إنها تركز على الأدوات وتنسى المحتوى نفسه. يعني ممكن يبقى عندك أفضل صوت وأفضل مونتاج لكن الفكرة نفسها ضعيفة. لازم دايما تسأل نفسك هل الفيديو ده هيضيف حاجة للمشاهد؟ لو الإجابة لأ يبقى حتى أقوى أدوات AI مش هتنقذك. كمان حاول يبقى عندك ستايل ثابت لقناتك، يعني نفس الألوان، نفس طريقة الكلام، نفس شكل النصوص، نفس أسلوب المونتاج. ده بيخلي الناس تفتكرك بسهولة. ومن الحاجات المهمة جدا الموسيقى. في كاب كات في موسيقى مجانية كتير، لكن ما تعليش الموسيقى على الصوت. الصوت هو الأساس، واستخدم موسيقى مناسبة لنوع الفيديو. يعني لو فيديو تعليمي خلي الموسيقى هادية، لو ريلز سريع استخدم حاجة أسرع. ومن الأخطاء الشائعة جدا إن الناس تزحم الفيديو بمؤثرات وانتقالات كتير، وده بيخلي الفيديو مرهق بصريا. الاحتراف الحقيقي في البساطة. ومن النصائح المهمة كمان ما تستناش أول فيديو ينجح. ناس كتير تنزل فيديو أو اتنين ولما ما يجيبوش مشاهدات يوقفوا، وده غلط. المحتوى لعبة استمرارية، كل فيديو هتعمله هيعلمك حاجة. إيه اللي الناس بتحبه، إيه اللي يخليهم يكملوا، إيه اللي يجيب مشاهدات، ومع الوقت هتتحسن تلقائي. كمان حاول تشتغل بنظام، يعني مثلا يوم للأفكار، يوم للسكريبتات، يوم للأصوات، يوم للمونتاج، عشان ما تتهش وتضغط نفسك. ولو ما عندكش كمبيوتر ما تخليش ده يوقفك، تقدر تعمل كل اللي شرحناه من الموبايل: كتابة السكريبت، توليد الصوت، المونتاج على كاب كات، وحتى تصميم الثامنيل. يعني فعلا مفيش حجة دلوقتي. وفي النهاية الزتونة إن الذكاء الاصطناعي مش هيبدلك، لكنه هيختصر عليك وقت ومجهود رهيب. ولو استخدمته صح تقدر تعمل محتوى محترم جدا حتى لو مبتدئ. ابدأ بإمكانياتك الحالية وما تقعدش تستنى الظروف المثالية. ولو عايز فيديو جاي أطبق فيه قدامك خطوة بخطوة من أول كتابة السكريبت لحد التصدير النهائي من كاب كات، اكتب لي في الكومنتات عايز التطبيق العملي. وما تنساش اللايك والاشتراك عشان نكمل السلسلة دي سوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.